وصفتي النهارده هي وصفة عشق بالنسبة لي، وصفة السينابون، والوصفة دي عايزة أقول لكم ده وقتها في الشتا، لأن هي حاجة كده بتعمل دفا في البيت، بتعمل ريحة حلوة جدًا، كمان من المخبوزات الطرية الهشة القطنية أوي اللي بتحبوا تاكلوها وهي دافية، يعني أول ما تطلع من الفرن تتسقي بالصوص بتاعها وتتاكل على طول، يعني ما بنقدرش نستنى لمّا تبرد من جمالها وريحتها فظيعة. النهارده جايبة لِك الطريقة الأصلية للسينابون، وهاعرّفِك خطوات عمل الصوص المميز للسينابون، حرفيًا نفس الجاهز typical بالضبط. والمفاجأة كمان علشان ما اطوّلش عليكم، إن النهارده هنعمل السينابون بطريقة تشكيل جديدة، هتخلّيكِ تطلّعي رولات السينابون حجمها متناسق وشكلها حلو جدًا. ومش هاطوّل عليكم، اعملوا لايك أسفل الفيديو، ولو عجبتِك الوصفة اكتبي لي، ولو بتعمليها أحلى منّي اكتبي لي. يالّا نشوف الوصفة بتاعتنا. معلقة كبيرة خميرة فورية، معلقتين كبار سكر، والمقادير كاتباها لكم على الشاشة، رشة ملح صغيرة، وهانزل ببيضاية بدرجة حرارة المطبخ، وهانزل طبعًا بيض يعني هاحط فانيليا، وبعد كده هنحط نص كوباية حليب دافي، ونص كوباية مَيّة دافية، لو عايزاها قطنية اعملي نص حليب ونص مَيّة، عايزاها متماسكة شوية اعمليها بمَيّة دافية. بعد كده هنحط الدقيق، والدقيق أنا حطيت كوبايتين من الدقيق وركنت جنبي نص كوباية، هابتدي أعجن العجينة، لو لقيتها لمِّت معايا وبقت متماسكة مش باحط دقيق تاني، خلّي بالكم عجينة السينابون لمّا تعجنيها تلاقوها فيها تلزيقة بسيطة، ما تنشفيهاش خالص، المهم أنا احتجت من الدقيق اللي جنبي نص كوباية بس، فكل الدقيق اللي أنا حطيته كوبايتين ونص، ممكن أنتِ تحتاجي أزيد شوية، أقل شوية، حاجة بسيطة. المهم بعد ما بنعجنها وتلمي في إيدِك بس فيها تلزيقة بسيطة، هتنزلي بمعلقتين كبار من الزبدة، وبيُفضّل تكون الزبدة ساقعة يعني خارجة من التلاجة، وتبدئي تعجنيها كده لغاية ما تروح خالص وتختلط تمامًا في العجين، بعد كده هتلاقي العجينة طريت في إيدِك أوي مش بتلزق، وكمان شبه قطعة اللبان كده بتتشكل بكل سهولة. المهم هنكورها كورة، نحطها في البولة ونغطيها، ونحطها في مكان دافي مظلم تختمر نص ساعة بس، ما تزوديش عليها تخمير. دي تركة بقى أنا اتعلمتها وقُلت أعلمها لكم، إن أنتِ لمّا بتعملي رول السينابون بتلاقي السكر والقرفة بيقعوا في الصينية من تحت، تعالي أقول لِك تعملي إيه، هتجيبي الزبدة 100 جرام زبدة، هتحطي عليها معلقة كبيرة قرفة، ومعلقتين كبار أو 3 سكر، خلاص هتقلبي بقى الزبدة بالقرفة تعمليهم زي العجينة، اركنيهم بقى على جنب، خلّي بالكم الزبدة تبقى ساقعة طالعة من التلاجة، اوعي تستعملي زبدة سايحة. المهم هنجيب بقى العجينة بتاعتنا بعد نُص ساعة بالضبط، هابتدي أفردها كده بالرول بتاعي شكل مستطيل، خلّي بالكم العجينة برضه ما بتتفردش تترقق، لأ العجينة بتبقى فيها سمك 1 سنتي، خلاص، افرديها كويس تبقى سِوَى واحد، امسكي بقى عندِك الزبدة بالسكر والقرفة وادهنيها على العجينة بتاعتِك، عايزة أقول لِك السينابون هتلفيه وهيستوي وهتبقى السكر والقرفة متماسك جوّه العجينة. جوّه السينابون مش هيُقع منها خالص، أنا فردته بالشكل ده، أنا ولادي افتكروها شوكولاتة بصراحة. تاني ترِكّة هاعلّمها لِك النهارده، إن أنتِ تلفّي الرول إزاي، إحنا مش هنلفّه بقى ونقعد نقطّعه بفتلة زي ما كنا بنعمل، انسي بقى، تمسكي السكينة تلفّي بمقدار يعني عرض 3 صوابع، صباعين، بس أقول لكم على حاجة نصيحتي، أنا حسّيت إن لمّا أنا لفّيته 3 صوابع اختمر ولمّا استوى كان حجمه كبير، لأ اعمليه صباعين بس. عرض صباعين واقطعي بالسكينة ولفي رول ورصيهم بقى في الصينية عندِك، هتسيبيهم يتخمروا في الصينية معاكِ لمدة ربع ساعة بس، عقبال ما نعمل صوص السينابون. صوص السينابون عبارة عن إيه؟ أنا كاتباه لِك على الشاشة، هتحطي 100 جرام جبنة كريمي، هتحطي معلقتين كبار زبدة ساقعة، هتحطي سكر من 3 ل4 معالق حسب الرغبة، هتحطي ربع كوباية حليب ساقع، هتخلطي بالهاند بلندر، ولقيتِ الصوص تقيل زوّديه شوية حليب، ليه بقى؟ لإن إحنا لمّا بنحطه في التلاجة يسقع، عايزة أقول لكم بيتقل. أدي السينابون بتاعي سِبته ربع ساعة، تمام كده اختمر، حطيته في الفرن على أعلى درجة حرارة، شغّال من تحت بس، لمدة ربع ساعة، آخر دقيقة باشغّل الشواية ياخد لون وبس، لمّا بيطلع من الفرن وهو سخن جدًا، حطّي الصوص عليه،
الصوص طالع من التلاجة، بصوا التقل بتاعه. عايزة اقول لك ان الصوص كمان تقدري تدوقيه وتظبطي السكر حسب الرغبة. بس عايزة اقول لكم الصوص تقيل متماسك، طعمه وريحته خرافة يجنن. هنبتدي نوزعه كده، انا مش بحط كتير على الصينية، لان انا لما بغرف في الاطباق وبحطه في الاطباق بحط صوص كتير بقى، بعبيه براحتي. بصوا بقى ببدأ بعد كده اجيب كده القطعة في الطبق، اغرقها صوص واحط ازوقها زي ما انا عايزة. صوص كراميل، صوص فراولة، صوص شوكولاتة. انا بقى اليوم ده كنت بدور على الشوكولاتة في التلاجة فما لقيتهاش، المهم رحت عملت بصوص الكراميل وصوص الفراولة باكياس، يعني الكيس ده ب4 جنيه اللي انا زوقت بيه السينابون، فيعني موفر جدا وتقدري كمان تعمليه في البيت. بس عملت جزء بالكراميل وجزء بالفراولة. وزوقي عندك مكسرات حطي، ما عندكيش حطي شوكولاتة، ما عندكيش خالص هي لوحدها كده تتاكل فظيعة. عايزة اقول لكم ريحتها في البيت تجنن، طعمها يجنن، من الحاجات اللي بتعمليها وبتتاكل على طول، من جمالها مش بتقدري تقاومي ان انت تستني عليها، حرفيا خطيرة. وركزوا معايا بقى في السينابون من جوه بقى، يعني بصوا بيتقطع بكل سهولة، عامل زي الكيكة كده، حاجة قطنية جدا وهشة قوي، تحفة. ومن جوه القرفة متماسكة والسكر متماسك، يعني ما فصلش ولا وقع في الصينية ولا أي حاجة. خطير جدا يا جماعة، خطير، جربوه. ما تنسوش في الآخر بقى دعوة حلوة ولايك وكومنت.